اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده جاي اقدم لكم طريقه للجلاش الطري بحشوه حلوه قوي. يلا نبدا الفيديو ونعرف عملناها ازاي. اول حاجه عندي لحمه معصجه، عندي بسله وجزر مسلوقين، كوبايه صغيره من اللبن، وربع كوبايه من الزبده السايحه، وعندي رق طري. هجيب عندي اللحمه المعصجه انا متبلاها، وعندي البسله والجزر هقلبهم مع بعض. بعد كده هجيب الزبده السايحه مع اللبن وهبتدي اقلبهم مع بعض، ودوت هيبقى الصوص بتاع التشريبه بتاعه الرقاق. جيب عندي بقى رقاق طري، بتجيبيه من اي فطاطري، هتبداي تقسميه على 4 قطع بالشكل ده. طريقه الرقاق ده سهله جدا، طعمها بجد بيبقى تحفه، هيبقى طبق جانبي على سفره رمضان، هيشرفك في اي عزومه وهيعجب اي حد يدوقه. هجيب عندي بقى قطعة من الرقاق، هبتدي اوزع عليها الصوص. بعد كده هجيب اللحمة المعصجة مع البسلة والجزر، وممكن تحشيها اي حشوة انت تحبيها. هبتدي بقى اقفلها من على الجوانب بالشكل ده، وهلفه على شكل رول. اجيب عندي القالب اللي هدخله الفرن دهناه بالزبدة، هبتدي ارصه بالشكل دوت. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. الرقاق ليه طرق كتير جدا. انا عامله صينيه الرقاق باللحمه المفرومه موجوده على القناه، هحط لك اللينك بتاعها برضو في صندوق الوصف عشان يكون سهل عليكي اثناء البحث. هكمل باقي الرقاق عندي بالشكل ده. بعد كده هجيب بقى الباقي من الصوص، هبتدي اوزعه بالفرشه على صوابع الرقاق بالشكل ده. تكوني مولعه الفرن على درجه حراره 180 درجه. هيدخل الفرن هياخد في حدود ربع ساعة. أول ما تلاقيه احمر من تحت هتولعي الشواية، هياخد اللون الذهبي وهيطلع معاكي وهيبقى بالشكل ده. مش عايزة أقولك مقرمش، طعمه بجد تحفة. زي ما انت شايفة بالشكل ده حلو قوي. اعمليه، هيبقى طبق جانبي على سفرة رمضان جنب أي أكل انت بتعمليه، بجد طعمه تحفة، هيعجب كل اللي هيدوقه. ممكن تحشيه أي حشوة زي ما قلتلك، بجد شكله حلو قوي، طعمه خطير. امشي بنفس الطريقه اللي قلتلك عليها هيطلع معاكي مظبوط جدا، طعمه بجد حلو قوي. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. سلام عليكم.